الوباء عبث بالقاهرة كما عبث المغول ببغداد، فلم يترك بيتا بلا حزن، ولا شارعا بلا نعوش، ولا حفرة بلا جثث. هرب محمد مع زوجتيه إلى الإسكندرية، وكان يخاف موت أولاده ونفسه، ويهاب صرخات الحسرة التي اعتادها كل برهة تخرج من الرجال قبل النساء. تذمرت الزوجتان وقالتا إن الموت لا هرب منه، وأنهما تفضلان الموت مع أهليهما وليس كغرباء في الإسكندرية. ولكن محمد كان مقتنعا أن البحر يطهر كل الأوبئة، ويفهم ما لا يفهمه الأطباء، وأنه طاهر طهارة الجنة مع كل ما ينصب به من جثث، وكل ما يلقى بداخله من قاذورات. البحر قوي وغزير يشفى من الوباء ويشفي من حوله. أما النهر فعذب وطويل، ولكنه لا يحتمل القاذورات، يلفظها في تقزز وإعياء. لحظة الوصول إلى الإسكندرية أمرهم جميعا بالاستحمام في مياه البحر لتطهير الجسد، فاتهموه بالجنون. وصرخت زوجته التي يحبها: انظر حولك في الإسكندرية، يموت الناس أكثر من القاهرة، انظر إلى الأكفنة وراء البحر. ولكن محمد غاص في المياه ولم يسمعها، وعندما سمع نفس النواح وأكثر النظر إلى جسده، وأيقن أن العيب ليس في البحر ولكنه في الجسد الضئيل الواهن الذي يفنى قبل أن تفنى النملة، وقبل فناء القطط الشريدة. البحر بريء من القاذورات والوباء، والإنسان يمتص الأمراض كالنباتات الجافة التي تمتص الأمطار. هو الجسد الذي يحتقره ويتقزز منه، يفنى ويموت ثم يتعفن ويذوب. لا شيء يخلد كالعمائر والأحجار وغيرها الفناء. الحروب لعبة بين أجساد مبددة وممزقة، والوباء هزل يصيب جسدا واهنا ومترهلا كقطع اللحم من مؤخرة بقرة شمطاء. كان يبحث عن متع الجسد ولم يزل. نسى الخلود، ولا يستطيع أن ينسى الجسد، ولكنه كان يبغي الخلود. بقى في الإسكندرية لا ليهرب من الوباء، ولكن ليغيظ زوجتيه. قررت الزوجتان العودة للقاهرة والبقاء بجانب الأم والأهل، وصمم هو على البقاء في الإسكندرية، وأخبرهما أنه بالتأكيد لا يود الموت بالقرب من حماتيه، وأنه يفضل الموت بجانب شاطئ البحر. رحلتا مع أولادهما وبقى هو، وبدأ يشيد قصور المماليك هناك. وهناك وقع في غرام فتاة من صقلية جاءت لتبيع بضاعتها في الثغر، وتشتري القوارير الزجاجية والمشكاوات لتبيعها في بلادها، ولم تكن تتكلم العربية. كانت ممتلئة بالحياة، وملامحها الحادة تنم عن قدرة على التصدي للموت، وأصابعها الطويلة تشي بإتقان الرسم وممارسته كل يوم. منذ اللحظة الأولى بدأ يتكلم معها بالعربية ويرسم لها اللوحات ليشرح لها، ومنذ اللحظة الأولى كانت ترسم هي أيضا وتتكلم لغتها، وأصبح الرسم لغتهما المشتركة والسرية، وأصبح البوح بالأسرار سلسا كالألوان اللينة في يد الفنان. وكانت ترسم له القوارير الزجاجية والقارورات الملونة التي تبحث عنها وتريد المتاجرة بها في بلادها، وتتمنى لو تتعلم كيف تصنعها في صقلية وحولها. نسى زوجتيه وابنائه وذهب إلى بيتها، وقضى به شهرا كاملا دون أن يسأل عن أحد أو يتكلم مع أحد. لم يتبادل سوى الإشارات، ويتكلم كل منهما لغته. هو يحدثها بالعربية وهي تحدثه بلغة أهل الصقلية، ويبتسمان ويتبادلان العشق. كان يسألها عن أهلها وبلادها وبحرها، وكانت تشير إليه في نفاذ صبر أحيانا، وفي الكثير من الصبر أحيانا أخرى، وترسم له ما تريد أن تعبر عنه، وتتكلم ساعات ويستمع في اهتمام، ويحكي لها الكثير بلا قيود وبلا حصر، ويسب ويلعن ويضحك ويتذكر. حكت له عن والدها الذي لم ينجب غيرها، كان تاجرا وطمع في أمواله أحد الأغنياء فقتله وأخذ الأموال، وهربت هي إلى الإسكندرية واستمرت في تجارة أبيها. قال وهو يداعب ذراعها ويستلقي بجانبها: تعرفين،
أتذكر أبي في موقفين فقط. مرة رأيت وأحببت وأحسست بوالدي حيا، ويوما رأيته غارقا في دمائه ولا أتذكر عنه أي شيء آخر. نظرت إليه وكأنها تفهمه فأكمل في حماس: كان ذلك يوم زيارتنا للسلطان الناصر محمد. ثم أشار إلى يديه وقال: مددت يدي وقلت لأبي بعد أن استجمعت شجاعتي أياما: أبي، هل يمكن أن آتي معك؟ نظر إلي برهة، وكنت أهابه وأخشى من وجومه ونظراته الثاقبة وكلام أخوتي عنه، وندمت على الكلمات وظللت ساكنا أنظر إلى الأرض. قال أبي وهو يمسك بيدي: يمكنك أن تأتي معي. ضغطت على يده ونظرت إلى إخوتي في زهو وسرت معه. كان طويلا ويسير بخطوات قوية. ظل صامتا طوال الطريق، وما أن وصلنا حتى ترك يدي وقال: ادخل بجانبي كالرجال ولا تمسك بيدي أمام السلطان. الرجل لا يحتاج إلى مساعدة أحد. الرجل يا محمد يتحمل ويجازف. جازفت اليوم وطلبت الذهاب معي. أعجبني هذا. لو استمررت هكذا لأصبحت محاربا مثلي. ابتسمت وكلي كضياء، وكان أبي بالنسبة لي خارج نطاق كل الكون، عملاقا بقوة خارقة. سمعت عن غزواته ورأيت الرجال حوله ينظرون إليه في رهبة كالتي في عيني. صمت ورسم لها صورة لوالده من خياله ثم أكمل: قصر السلطان كان رائعا، ولم يشغلني بداخله سوى الأبواب وزخرفتها والمشكوات وأشكالها. عندما فرغنا من زيارة السلطان جريت لأمشي بجانب أبي، واستحييت أن أمسك بيده من جديد، ولكنني قلت في حماس: أعجبني جدا قصر السلطان. هز أبي رأسه ولم يتكلم، فأكملت في نفس الحماس: هل أعجبك يا أبي؟ نظر إلي أبي في دهشة، ورأيت الابتسامة التي حاول أن يكتمها، ثم قال: تريد الحديث معي ولا تخاف مني؟ لديك جرأة أمك. نعم، أعجبني القصر، وما يعجبني دائما هو سيوف الملك المعلقة على الجدار. وماذا أعجبك أنت؟ قلت في تلقائية: أعجبني باب القصر، سميك ومزخرف لن يستطيع تحطيمه 100 رجل. ما أجمله! هل يمكن أن نصنع بابا مثله في قصرنا؟ قال أبي في دهشة: أعجبك الباب؟ كل ما رأيته في القصر هو الباب؟ ثم نظر إلى عيني، فقلت في خجل: لم أنظر إلى السيوف، ربما كان لابد أن أرى السيوف. في المرة القادمة سأرى السيوف. تحب السيوف يا محمد؟ صمت لحظات وكنت أحب أبي في هذه اللحظة. أحبه لأنه لبرهة فتح قلبه وتكلم معي، ولأنه كان من عالم آخر قوي ومحارب، ولأنه أمسك بيدي ولو برهة ونظر إلى عيني وكأنه يراني ويهتم بي. لا أستطيع أن أكون مثله، لا أحد يستطيع أن يكون مثله. قلت في سرعة: أحبها جدا. فقال وهو يربط على كتفي بيده القوية: ستكون محاربا مثل أبيك. أعجبتني اليوم، كنت شجاعا وجريئا. ثم سار بعيدا في بطء ووجهه يبتعد قبل أن أكمل حديثي معه، وقبل أن أمسك بيده مرة أخرى، واختفى من كل حياتي. رأيته غارقا في دمائه لا يتحرك وسط نواح أخوتي وصمت أمي. قبلته مرة أو مرتين لا أتذكر، وأمسكت بيده وتمنيت أن أكون محاربا ولم أستطع. تفهمين؟ تذكر يوم موت والده وكأنه اليوم. رائحة الدماء الطازجة ونظرات الأم الفارغة من الحياة، ووجه الأب الساكن النائم وسط كل هذا الصخب، ولم يزل يشعر بأصابعه المتشابكة بأصابع الأب القتيل. شبك أصابعه بأصابع أبيه حينها كما فعل معا يوم زيارة السلطان، ويوم أصبح والده رفيق عمره والصديق كل أيامه. شبك أصابعه بأصابع والده القتيل، ودموعه تتساقط في صمت. وبعد برهة ساعة ربما لا يعرف، شدته نفيسة وهي تبكي فأبى أن يتحرك، فقالت في رفق: اتركه ينم في سلام يا محمد، كلنا سنفتقده، تعال معي. صار معها في صمت، ووجوم الدموع لم تزل تتساقط، فتلاشت واضمحلت صورة الأب كما تفعل دائما، واختلط عليه الأمر، فرآه يجري بفرسه طارة، ورآه نائما حول دمائه طارة،
ولكن الأمير محمد ابن عبد الله كان دائما موجودا كل يوم وكل ليلة في أحلام محمد وفي لحظات شروده الكثيرة. هزت ماريا رأسها بالإيجاب وهي تنظر إلى عيني محمد الحزينتين، وترقرقت الدموع في عينيها، ثم رسمت سيدة وقالت بلغتها: وأمك؟ أتذكرها أيضا قبل موت والدي، ولا أتذكر شيئا عنها سوى يوم موتها بعد ذلك. كانت صارمة أيضا، ولكنها تتكلم أكثر وتضمني أحيانا. ويوم وفاتها جلست أبكي، وربتت على يدي بوجه مبتسم وعينين تخترقان عيني ولا تصل إليهما، وهمست وهي تخترق عيني بعينيها ولا تراني: محمد. ثم فتحت كفها ومدت ذراعها إلي، ولم أفهم، هل كانت تريد أن تضمني، أم أنها كانت تخاف علي من اليتم، أم أنها لم تكن تقصدني أنا أصلا؟ تفهمين؟ أشار محمد إلى عينيه وعيني ماريا وأكمل: لي أخت اسمها نفيسة، تظن أنها الآن والدتي، ولكنها دائما تغيظني. تعرفين ماذا قالت لي؟ قالت إن أمي لم تكن تناديني، كانت تنادي أبي، اسمه هو أيضا محمد. نفيسة تقول إن أمي كلما ازداد عليها الألم تنادي أبي فقط، وكأنه احتكر قلبها كما يحتكر المماليك الإقطاعيات. ما رأيك أنت يا حبيبتي يا ماريا؟ نظرت إليه ماريا، لم يبدو أنها فهمته، فقال في بطء وهو يشير بيده: أكانت أمي تناديني وهي تحتضر، أم كانت تنادي أبي؟ اسمه محمد، أبي اسمه محمد، وأنا اسمي محمد، ما رأيك؟ نفيسة تقول أنها كانت تنادي أبي. فكرت ماريا ثواني، ثم رفعت إصبعين فابتسم وقبلها في قوة قائلا: أنت حبيبتي، قلت لك، تظنين أنها كانت تناديني وتناديك؟ ما أجملك. ثم أكمل: تركت عالمنا منذ زمن، أراها ملاكا في مخيلتي، ولكنه أبي الذي يحضر معي كل يوم ويبقى بداخل العقل طوال أيامي. لا أعرف لماذا، ألأنه قتل؟ نفيسة تقول إن أبي كان يحبني أنا بالذات ويدللني أكثر منهم، لأنه أنجبني على كبر، وربما شعر بأنني سيعيش يتيما وسط المماليك، ربما خاف علي من المماليك، أم خاف علي من العامة. فلا أنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، أنا منك أنت ولك أنت، لا بأس، فلنتكلم عن شيء آخر، سأرسم لك. ثم رسم لها مبنى وقال بالعربية: ماريا، ما رأيك؟ كان مسجدا صغيرا رسمه بدقة وتركيز. هزت رأسها في حماس وأمسكت الورقة وبدأت ترسم له بيوتا من بلدتها وتنتظر رأيه. وقال في تأكيد: تعجبني بلدتك، ولكنني أريد أن أبني بناء لا يبنيه بعدي رجل. ماريا، تعرفين، نشأت يتيما، أتذكر أمي بعض الشيء، ووجه أبي أحيانا يصبح مبهما في ذاكرتي. في قصر الناصر محمد كنت طفلا مثل الكثيرين، طوال عمري أبحث عن شيء خاص بي، حب خاص بي، ولغة خاصة بي، وامرأة مختلفة، وصرح فريد من نوعه يجعلني أنا أيضا فريدة ومختلفة. يقولون إن والدي خرج عن المألوف وتزوج من أهل مصر. أريد أن أخرج عن المألوف دون أن أقتل. ففي بلادي من يبتكر ويخرج عن المألوف وهو ليس من المماليك يفقد عقله وعمره، وأنا من أولاد الناس ولست من المماليك، تفهمين؟ قالت بلغتها: في بلادنا ملكان يتقاتلان منذ بداية الزمن، ونحن بينهما نتلقى الضربات في هوان، لا أعرف ماذا سيحدث. ثم أشارت إليه بإصبعها وهي تردد: ملكان. فهمها وابتسم قائلا: حظك جميل يا ماريا، لدينا 10 و20 و50. ثم فتح كفه لها وأكمل: الملك واحد، والأمراء كثيرون، والملك لا شيء بالنسبة للأمراء، ولا شيء دون الأمراء، والأمراء يحتاجون إلى شرعية الملك. بلاد عجيبة لا يتدخل أهلها فيها، تفهمين؟ هزت رأسه فقال: ما أشجعك، امرأة تتاجرين مع المسلمين ولا تخافين أن يتهموك في بلادك بالخيانة والكفر؟
لم أرى شجاعة كشجاعتك، زوجتاي الاثنتان جبانتان. وما شأن التجارة بالسياسة؟ التجارة كالفن، تتخطى الأزمنة والبلاد. نظرت إليه وابتسمت فضمها وتمتم: أنت رائعة. ثم أبعدها عنه بعض الشيء وقال: نفيسة التي حكيت لك عنها أختي كانت تقول إن أمي كانت تحب أبي حبا لا يوصف، تحبه بكل نفسها. غريب هذا النوع من الحب. عشت في قصر السلطان وعاصرت زواجه من الرومية والمغولية والشركسية، وعشت مع والدي 8 سنوات ولم أرى والدي ينظر لأي امرأة سوى أمي، وظننت أن كل الرجال كوالدي، وأحببت ناصر محمد وأحببت والدي. لابد أن قدرة كل منا على أن يحب بكل نفسه تختلف، ولا بد أن غاية الحب أيضا تتنوع بتنوع البشر. فهناك من يحب السلطة بكل نفسه، وهناك من يحب المال، وهناك من يحب امرأة، وهناك. ثم بدأ يشير إليها ليشرح لها ما يقول، وأكمل وهو لم يزل يشير بأصابعه ويرسم اللوحات حتى تفهمه. هذا النوع من الحب نادر جدا ولكنه موجود. لا أستطيع أن أترك عائلتي أكثر من هذا. أي رجل ينسى أولاده وزوجتيه وقت الوباء؟ بل أتمنى نسيانهما، ولكن للموت قواعده وواجباته. ماريا، أنت كل الحياة. بين ذراعيك أشعر أن الطاعون لا وجود له، لأنك شجاعة، لا تخافين أهوال الوباء ولا غضب أهلك وكنيستك. تعجبيني يا حبيبتي، وأتمنى قضاء عمري معك، تفهمي؟ ابتسمت له وقبلته فأكمل في بطء: أنا أيضا أحب بكل نفسي، ولكنني لا أستطيع أن أحب شخصا بكل نفسي. أحب شيئا آخر، صعبا ومرهقا، شيئا بداخلي يلح علي ويطلب الخروج. لا أعرف كيف أرسمه إليك، سامحيني، ولكن موجودي لا يأتي بعشق النساء. الإشباع عندي يأتي بالبناء، هو كل حياتي. رحل ليلا وماريا نائمة ولم يعد إلى بيتها. أخذ معه لوحتين رسماها معا، واحدة لوالديه وأخرى لها هي، وهي تمسك بقارورة زجاجية ومشكاة وتبتسم. في القاهرة وجد زوجتيه في انتظاره في غضب، فدخل حجرته وأغلق الباب وبدأ يرسم، وكأن العمر سيتوقف غدا، وكأن الحياة هي هذا المسجد ولا شيء آخر يرضيه أو يسعده. شعور المبتكر شعور مزعج ومؤلم، فهناك نقر على رأسه وبين أضلعه، وهناك قزم يريد الخروج من أعماقه، وإن خرج يتحول إلى جنين عملاق فيبتلعه ويلعنه ليتوه بقية عمره. هذا النقر داخل ضلوعه كاد يصيبه بالجنون، ولا امرأة تخبده، ولا عمل يسكته، ولا موت يريحه. ظل يتحرك في عصبية وهو نائم بين ذراعي زوجته التي تحبه، فقالت بعد برهة: كف عن الحركة، لا أستطيع النوم. قام وأخذ يدور حول الغرفة وكأنه سكير يتذكر آلامه، وأخذ يبحث عن أوراقه في الظلام، ثم صرخ: لا أجد أوراقي، أين خبأت أوراقي؟ أطلقك الآن. انتفضت الزوجة من سريرها ثم قالت: فقدت عقلك يا رجل، أي أوراق؟ الرسم على الأوراق أين هو؟ تحتسي الخمر يا رجل أم فقدت عقلك؟ توقظني في منتصف الليل لتسأل عن أوراق؟ قال في تهديد: معاملتك هذه ستجعلني أتزوج الثالثة، احذري. مصمصت شفتيها وقالت: ابحث إذن عمن تتحمل جنونك. أضاء شمعه وتجاهلها وبدأ يبحث عن الأوراق ولم يجدها، فارتدى ملابسه وتمتم بكل الشتائم التي يعرفها، وأمسك بأوراق جديدة وخرج من البيت هائما في حواري القاهرة، يستمع لأذان الفجر وينظر إلى المآذن حوله وتصميماتها ويرسم من جديد. لم يعد إلى بيته إلا بعد يومين، ولم يكن يهتم إلا بالمآذن وتصميماتها. بين أضلعه تسكن 4 مآذن، كل واحدة مختلفة عن الأخرى،
وكل منها مختلفة عن كل مآذن بلاد المسلمين. ترك لزوجتيه بعض المال ورحل غاضبا لأنهما معا لم يفهما ولم يتعاطفا مع المارد. زار أخته نفيسة وسألته عن حاله، واشتكت من الوباء الذي ينهش في جسد من حولها، ولم يستطع أن يشرح لها مدى السهد والأرق الذي يفترسه، بل بدأ في الشكوى من زوجتيه وحياته، فربطت على كتفه وقالت: أنت طيب يا محمد يا أخي، تترك لهما الزمام فتمتطيانك وتتحكمان بك. الرجل لابد أن يكون حازما مع الزوجة. أتذكر أمنا؟ لم أرها يوما تنظر إلى أبينا إلا في احترام وانبهار، لا تنهره ولا تبدله الكلمة بالكلمة. قال محمد في تهكم: ربما فعلت، ولكن ليس أمامنا. لا يوجد امرأة في العالم لم تبادل زوجها الكلمة بالكلمة. لا تعرفين النساء يا نفيسة كما أعرفهن أنا. قالت في امتعاض: حظك قليل يا أخي، تيتمت صغيرة ثم لم يعوضك الزمن بزوجة تحنو عليك. مسكين يا أخي، لو كانت أمنا حية لكانت ستتصرف مع زوجتيك. كانت امرأة قوية أمنا هذه، وضعت نظاما صارما لقصر أبينا ولزوجات أبي بكر وعلاء الدين. لو كانت حية الآن لما جرأت زوجتك على التنغيص أيامك هكذا. مسكين يا أخي. رحل وكلماتها لم تبرد السهاد والوجد الذي يكاد يمزقه إربا. لاح والده بذاكرته كما يفعل في وقت الضيق، وكان دوما يظهر كالمارد من المصباح ثم يختفي في غوط بين ذرات الدخان. يمتطي جواده ويركض بعيدا فيتوحد مع الصحراء وتستعصي رؤيته. والده يتجلى وقت الضيق ويبتسم ويثني عليه في قوة كما فعل من قبل، ثم يختفي، دائما يختفي. استمر عذابه، والجني يخرج من بين أضلوعه، والإبداع يفتت الجسد والعقل. ولم يأكل كثيرا، ولم يهندم ملابسه، ولم يتكلم مع أحد. كان كالمجانين يهيم في الشوارع ويقيس حجم المآذن وتصميمات الجوامع، وكان كالمصاب بداء عضال يتألم باستمرار ويعرف أن آلامه لن تتوقف إلا بالموت. لعنة الإبداع تصيب القليلين ولا يدري هي نعمة أم نقمة. قرر زيارة الحسن في سجنه، فهو صديق الطفولة والسلطان الشرعي للبلاد التي لا تحترم السلاطين ولا تمجدهم. يقولون أن أهل مصر لا يثورون على الحكام، ولما يثورون إذا كان السلاطين يقضون حياتهم بين السجون والمؤامرة والعذاب الدائم. يشاهدون المماليك يتقاتلون كما يشاهدون خيال الظل، ويضحكون ويسخرون ويستمرون، فالوجود لهم والفناء للأمراء دوما وأبدا. وافق الأمير يلبغ على أن يسمح لمحمد بزيارة السلطان الشاب الحبيس، وما أن دخل عليه محمد حتى عانقه في قوة وقال: كيف حالك يا أخي؟ قال الحسن في أسى: أقرأ. لا يمنعون عني الكتب، ولكنهم يمنعون عني كل نسائي وكل أولادي وكل من أحب. هل تصدق؟ أمراء المماليك تذلني يا محمد كما حاولوا ذل أبي. ربت محمد على كتفه ثم قال: أجمل ما في هذا البلد أن كل شيء يتغير بسرعة. سأشفع لك عند الأمراء، ولا بد من مخرج، ولا بد أن تعود إلى عرشك. لو رضخت لهم بعض الشيء لتركوك على عرشك. لن أرضخ لهم، هم عبيد أبي، مماليك وأبي أستاذهم. كيف أرضخ لهم؟ فلو قتلوني كما قتل أخي المظفر حاجي. هم من يحمونك ويحمون البلاد، ولا تنسى أن جدك كان منهم. كان، ولكنني لست منهم ولست عبدا، ولا يوجد لي قائد أو أستاذ. يمنعون حتى زوجاتي من مقابلتي. هل تصدق يا محمد؟ عندما كنت تحت وصايتهم كان الأمراء يعطونني 3 دراهم. السلطان يعيش ب3 دراهم، وكل منهم مرتبه يزيد على 30,000 دينار. أي عدل هذا، وأي جنون، وأي بلد يرضى بهذا؟ لو كان لأهل مصر صوت لصاروا على كل الأمراء واختاروا السلطان. اهدأ اهدأ واحكي لي ماذا تقرأ.
أقرأ في الدين والتفسير والفقه والصوفية والمذاهب الأربعة. تعلمت الكثير طوال السنوات الماضية. ربما احتجت لهذه الخلوة لأتعلم. كيف حال العامة؟ تعرف، الوباء قضى على أكثر من ربع البلد. البيوت مهجورة ولا يوجد بيت بلا حزن. وزوجتك بخير؟ للأسف نعم. ابتسم الحسن ثم قال: ماذا تصمم الآن؟ لدي فكرة منذ زمن لمسجد يفوق كل العمائر. ردد الحسن: مسجد يفوق كل العمائر؟ يفوق في روعته كل المساجد وكل القصور، ويمتد في حجمه ليتسع للآلاف. مسجد ومدرسة، حلم منذ زمن يستهويني. قال الحسن: هل لي أن أرى رسوم هنا في محبسك؟ تلهيني عن حزني وبعد كل النساء عني، وتذكرني بالموت والنهاية. لو كان هذا مسجدا للسلطان فلا بد من وجود قبره وضريحه به. نعم، لا بد من دفن السلطان بداخله. صرح كهذا يعوض العامة عن الفقد، ويذكرهم بقابض الروح ومانح الحياة، ويخلد ذكر السلطان ويضمن له الجنة. ابتسم محمد: لا يضمن الجنة، بل يضمنها، فكل الذنوب تغتفر أمام كل سجدة يسجدها مسلم في مسجد كهذا، وكل درس يتعلمه طالب العلم، وكل مئذنة يذكر فيها اسم الله. محمد، وكأن العمر لم يضع هباء، أعطني هذا الكتاب وارسم لي على ورقة شكل المسجد. سيطرة الحلم على محمد كادت تفقده عقله، وكثيرا ما فقد الطريق إلى بيته ليلى، وكثيرا ما قرر البقاء داخل أروقة المساجد وقضاء ليلة بين الصوفيين والزاهدين، وكان دائما يحمل أوراقه وحساباته وقلمه ويرسم. وعندما قضى ليلته في مسجد الحاكم بأمر الله وسمع صوتا يقترب منه، نظر أمامه، وكان أحد الشحاذين ينظر إلى رسمه في تمعن، وتفوح منه رائحة كريهة. قال الشحاذ في فضول: ما هذا؟ هل تعطيني بعض الطعام؟ أطال محمد نظره إليه ثم قال: ما رأيك في مسجد الحاكم بأمر الله؟ يعجبك تصميمه؟ انتفض الشحاذ من أمامه وهو مقتنع أنه ممسوس من الجن. نظر محمد حوله ثم قرر العودة إلى بيته وحياته، ومقاومة هذا المارد الذي يسكن الأضلع ويحاول الخروج. عاد إلى زوجتيه وسأل عن أبنائه، وكان قد نسى أسماءهم. ثم زار إخوته وقبر والديه، وحاول النوم بلا جدوى. تمتم لنفسه: ستفقد عقلك، ستفقد عقلك. عد إلى حياة الناس يا ابن الناس، وانسى ورع الخيال والإبداع. بدأت تفقد عقلك وطريقك. صمم القصور ومساجد الأمراء وانسى هذا الحلم. ستفقد عقلك. في الإبداع فناء، وفي خروج المارد موت بطيء للقلب وفجوة للنفس، وفي بلوغ المراد مرارة الوصول وانتهاء الطريق. عد إلى حياتك يا ابن الأمير محمد، تذكر من أنت وعد إلى حياتك. وبدأ يحلم كل يوم بباب القصر الذي تكلم مع والده عنه، ولم يترك مخيلته يوما، بل زاد في حلمه بالأبواب من يوم لآخر. فأصبح يحلم بباب كل يوم، باب كبير ذهبي ينفتح على شمس نحاسية، ويتجلى منها والده بفرسه شامخا عملاقا يبتسم إليه، ثم يتضاءل ويختفي كعادته. وتارة يحلم بباب نحاسي برسوم دقيقة يوصد ثم يفتح، فتخرج منه أصوات المناجاة والعشق الزاهد. وتارة يحلم بباب ظاهره الخير وباطنه الشر، وآخر ظاهره مبهم وممل وباطنه كل الحياة والإبداع والصخب. خطوط ومثلثات تسيطر على عينيه، وتتجلى منها براءة المبدع وجبروته. تفتح العمر وتغلقه، وتسجل أسى الأيام واستمرار الإنسان في البحث الدائم عن الخلود. ولكنه لم يكن يقدر حياته ولا يعرفها ولا يستأنسها ولا يريدها، وهذه اللعنة تنهش جسده وتشوه نفسه. لابد من التخلص من المرض، والداء هو الدواء. طلب مقابلة أمراء المماليك، وقابل يلبغة وشفع للحسن، وقدم فروض الطاعة نيابة عن الحسن. وقال للأمير إن الحسن سيكون مشغولا في بناء مسجد، ولن يدير شؤون البلاد، ولن يهتم بالحكم، ولن يزعج أمراء المماليك. قال محمد للأمير يلبغة في ترج:
تكلم معه فقط، فهم الدرس واستوعبه. كان صغيرا ونضج الآن. قال يلبغة: فعلها من قبل أن يتم 20 حاول التخلص من أمراء المماليك. ابن الرومية يريد التخلص من الأمراء. لم يجرؤ والده على هذا. الحسن قبل أن يتم 20 قبض على الأمراء وصدر أملاكهم. ماذا سيفعل بهم الآن بعد 3 سنوات في السجن؟ لا أثق به. تكلم معه واتفق على نظام الحكم. أتمنى أن تنفع شفاعتي، كنت تعرف أبي. قال يلبغة في حسب: الأمير محمد بن عبد الله المحسني كان أستاذي. لو كان حيا لما وافق على قلة هيبة المماليك قط. كان يعرف ويقدر أهمية المحاربين وكان منهم. قال محمد في رفق: اذهب لمقابلة الحسن. الحسن أصبح صوفيا وزاهدا، لن يدير البلاد، سيكون مشغولا في بناء المسجد.